بعد النهاية بتيجي البداية، ده الكلام اللي احنا بنقوله، بس الحقيقة غير كده تماما. بعد النهاية بيبقى فيه مرحلة، المرحلة دي بيبقى فيها ندم، بيبقى فيها تعافي، بيبقى فيها استكشاف. ده اللي احنا بنتكلم عنه في بودكاست بعد النهاية. النهاردة أنا هكون معاكم في الحلقة دي لوحدي، هكلمكم أكتر عن البودكاست، عن فكرته، ليه فكرت فيه، وإيه الرسالة اللي أنا عايزة أوصلها لكم. لو متابعنا هتعرف إن احنا في البودكاست ده بنتكلم عن لحظات التحول ولحظات التغيير. ليه فكرت في البودكاست؟ أظن في لحظات في الحياة بنمر بيها كلنا. اللحظات دي لما تحس إنك وقفت مكانك، لما تكون مريت بالنهاية أو بمرحلة معينة وتحس إنك مش عارف تبدأ منين. الحياة مش دايما خط مستقيم، فيها تقلبات، نهايات وبدايات، كلهم بيجوا مع بعض. وكانت اللحظة دي في حياتي أنا شخصيا لما قررت أبدأ البودكاست. ما كنتش عايزة أكون أنا الوحيدة اللي بتمر بالتجربة دي، يعني ما كنتش عايزة أكون الشخص اللي بيسجل الحلقة ويقول الحياة مش هتقف عند النقطة دي. كنت عايزة أسمع وكمان أشوف الناس اللي مروا بنفس الرحلة دي. ولما فكرت في الموضوع ده جات لي فكرة البودكاست ده اللي هنتكلم فيه عن المراحل دي، نهايات، تحولات، حتى مراحل الخوف والشك اللي بنواجهها مع أي تغيير كبير. هنتكلم عن كل ده بشكل مباشر وبسيط. يمكن الإجابة اللي بندور عليها في الحلقات دي مش كلها واضحة أو حتى دقيقة، لكن الهدف هو إننا نفهم أكتر ونكون واعيين أكتر ونتعلم مع بعض. لو فكرتوا في الحلقات اللي فاتت، كل حلقة كنت باخدكم في رحلة مختلفة. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن المعطلات واللي بيحصل لما نوصل لمرحلة من حياتنا نبدأ نحس فيها إن إحنا مش قادرين نتحرك ولا نبدأ حاجة جديدة. هل فكرت في يوم فكرة النهاية بشكل مختلف؟ يعني مش نهاية بمعنى إنها آخر حاجة في حياتك، لكن نهاية بمعنى إنها لحظة تستحق إن إحنا نتأمل فيها. إزاي الحياة بتستمر بعد كل نهاية؟ هل هي ببساطة بداية جديدة ولا هي لحظة من التوقف والتفكير؟ هل لازم نكون عارفين إيه اللي جاي ولا ممكن نكتفي بفكرة أنا هنا؟ أنا شخصياً مش مقتنعة إن في حاجة اسمها بداية جديدة بعد كل نهاية. اللي مؤمنة بيه إن النهايات هي جزء من حياتنا، هي مرحلة لازم هنمر بيها علشان نقدر نبدأ مرحلة تانية. ولو أنت مش عارف تبدأ، خليك معانا في البودكاست ده. لو فكرت في كل الحلقات اللي فاتت كان هدفنا إن إحنا نعيش مع بعض ونتعلم مع بعض ونعرف أكتر عن مراحل الحياة والناس اللي هنقابلهم وإزاي نقدر نتحكم في مشروع حياتنا. الرحلة دي مش سريعة، ولكن هنعيش كل لحظة فيها مع بعض. أنا عايزاكم تتابعوا الحلقات اللي جاية وتشاركوا تجاربكم معانا، لأن كل واحد فينا عنده قصة بيلعب فيها دور نهاية حياته وبداية جديدة. اشتركوا في البودكاست وخلونا نكمل مع بعض الرحلة دي.